لو انت مشجع للنادي الاهلي وعايز رايي في المدرب الاجنبي اللي هو يستروب من خلال المطوشه اللي لعبها، هي عايز تعرف رايي حقيقه، اقول لحضرتك انه مدرب كفته، مدرب تعبان من اول ماتشين او ثلاثه، من اول ماتشين او ثلاثه. لانه اللي ما يجبرش اللعيبه المتكاسله، اللعيبه التعبانه دي، على ان هي تضغط ضغط عالي، او ان هي تستخلص الكره في منطقه الخصم، حتى على الاقل في بداياته مع النادي الاهلي، ده يبقى مدرب تعبان وبياكل عيش، جاي ياكل عيش. ليه؟ لانه انا شايف بعيني، انا ما حدش قال لي، انا شايف بعيني انه لعيبه المصري بتباصي الكره في نص ملعب النادي الاهلي بسهوله جدا، بتباصي الكوره وبتلعب وبتستحوذ على الكوره بسهوله جدا. فين الضغط؟ انا عايز اعرف فين منظومه الضغط في النادي الاهلي. المدرب ده جاي ياكل عيش من الاخر كده، هو بيسمع الكلام واللعيبه بتفرض رايها على ارض الملعب. ده لو مدرب عنده ثقة في نفسه، أو عنده حاجة لازما إنه يفرض على اللعيبة الجري. اجري يا حبيبي، اجري، اضغط 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 عشان تستخلص الكرة وتعرف تعمل هجمة على الفريق اللي قصادك. ما تديش فرصة للفريق اللي قصادك إنه